أهلا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث الإعدادي، استكمالا لمنهج الدراسات الاجتماعية في قسم الجغرافيا. هنتكلم عن تاني درس اللي هو اسمه الرعي والإنتاج الحيواني في العالم. احنا عارفين إن الزراعة هي أهم الأنشطة الاقتصادية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، ولما الزراعة مهمة إذا بيترتب عليها وجود موارد اقتصادية مهمة زيها. ايه الاساس في الانشطه الاقتصاديه اللي هي الزراعه؟ الزراعه ادت الى وجود حاجه مهمه جدا اللي هو اسمه الرعي. الدرس بتاعنا النهارده اسمه الرعي والانتاج الحيواني في العالم. اولا اعرف ان النشاط الرعوي بيحتاج بشكل عام الى حشائش. يعني ايه يا استاذ رعوي؟ رعوي بمعنى تربيه الحيوانات على هذه الحشائش، والحشائش عندي نوعين، يا حشائش قصيرة ستيبس أو حشائش طويلة اسمها سافانا. الحشائش القصيرة الستيبس والحشائش الطويلة السافانا أدت إلى إن في نوعين من الرعي. في رعي اسمه رعي بدائي، والرعي التاني اسمه رعي تجاري. إيه هو الرعي البدائي؟ الرعي البدائي ده رعي تقليدي يمارسه السكان في المناطق الصحراوية. ده موجود فين؟ ده موجود في الدول النامية على مساحة أرض واسعة. ونلاحظ ان بدأت اعداد الرعي او المساحة بتاعت الرعي البدائي بدأت تقل. طب ليه؟ لان بدأت الناس او الافراد اللي شغالين في الرعي البدائي ينتقلوا لاعمال اخرى زي البترول، لانه اكثر اهمية اقتصادية وانه ذات دخل اقتصادي اكثر من الرعي. زي ايه؟ موجود فين الرعي البدائي؟ موجود في قارة اسيا زي دول وسط اسيا، وفين كمان؟ في شبه الجزيرة العربية، موجود في بادية الشام. وكل الناس دي اتغير نشاطهم من الرعي وبدأ يعملوا في الصناعة والزراعة والخدمات الأخرى. موجود فين الرعي البدائي غير في قارة آسيا؟ موجود في قارة أفريقيا زي الصحراء الكبرى بشمال القارة، وموجود في قارة أوروبا وآسيا في صحراء التندرة في أقصى الشمال خالص، اللي بيربى عليه حيوان زي حيوانات الرنة اللي خدناها الترم الأول، وده موجود في الصحاري الباردة. ده أول نوع من أنواع الرعي اسمه الرعي البدائي. النوع التاني اسمه الرعي التجاري اللي بيحتاج إلى مكسب. وأول ما أسمع كلمة رعي تجاري أرجع لفكرة إن في حشائش، والحشائش ستيبس وسافانا. إذا الرعي التجاري بيعتمد بشكل كبير جدا على الحشائش، وخاصة الحشائش القصيرة. ونفتكر مع بعض إن الحشائش القصيرة اللي هي الستيبس تسمى في أمريكا الشمالية باسم البراري. معلومة خدناها الترم الأول. وموجود الرعي التجاري بشكل كبير جدا لأنه بيحتاج إلى أساليب علمية حديثة، بيحتاج إلى إن أنا بستخدم الحيوان لأن هستخرج منه أو إن أنا هستفيد منه في لحوم وألبان وغيرها من منتجات صادرة من الحيوانات. لذا تربى هذه الحيوانات في مزارع خاصة تحت رعاية طبية جيدة جدا. طب ينتشر فين هذا الرعي التجاري؟ وأنا بتكلم عن الرعي التجاري بتكلم عن الدول المتقدمة أو دول بتسعى في تحقيق مكسب اقتصادي زي دول قارة أمريكا الشمالية وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، ودول قارة أوروبا، وما ننساش برضو دولة الأرجنتين ودي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية. طيب هل الحيوانات طبعا لها مورد؟ إذن المورد اللي هو بيستخرج من هذه الحيوانات هو مصدر لإيه؟ مصدر للحوم، مصدر للألبان، مصدر للجلود والصوف ومنتجات أخرى مفيدة للإنسان. طيب يا أستاذ أنت عندك أنواع حيوانات. إيه هي أنواع الحيوانات اللي هتاخدها عندي في الدرس النهاردة؟ الحيوانات عندي أولا هي على سبيل المثال الأبقار. طبعا دي بعض الأمثلة وليس كل أنواع الحيوانات، لكن اللي موجود عندي النهاردة في الدرس أول نوع من أنواع الحيوانات اللي هي الأبقار. هل الأبقار لها أهمية؟ هي مصدر رئيسي للحوم لغالبية سكان العالم، وبتدخل بنسبة كبيرة في التجارة الدولية. طيب إيه أهم القارات والدول المنتجة لحيوان زي حيوانات الأبقار؟ طبعا قارة آسيا هي أولى القارات من حيث عدد الأبقار، وخاصة دولة الهند. تدخل في المركز الثاني مباشرة أمريكا الجنوبية تحتل المركز الثاني. طب مصر فيها كمية من الأبقار؟ طبعا فيها. طب هل هناك حيوانات
مثل الجاموس مثلا موجود في مصر طبعا. حيوانات زي حيوان الجاموس اللي موجود في مصر ده مصدر رئيسي للحوم والألبان، ودي حيوانات مصر كدولة بتستفيد من هذه الحيوانات في استخراج اللحوم والألبان وغيرها. طب ايه أنواع الحيوانات الأخرى اللي موجودة عندي؟ زي الأغنام. ما هي أهمية الأغنام؟ الأغنام بستفيد منها في لحومها وأصوافها، وما ننساش ولازم نعرف كده كويس إن الأغنام موجودة في المراعي التجارية الواسعة. طب إيه هي أهم القارات والدول اللي بتنتج الأغنام؟ استراليا كدولة وقارة أكبر الدول في إنتاج الأغنام. لما يجي يسألني سؤال يقول لي ليه قارة استراليا هي أول القارات أو أكبر القارات أو أكبر الدول في إنتاج الأغنام، هقول كده بسبب توافر الحشائش التي تربى عليها الأغنام. في حشائش إذن تربى عليها الأغنام، ودي موجودة بشكل كبير جدا في قارة استراليا. تدخل دولة الصين في المركز الثاني، ومننساش إن مصر كدولة يوجد بها حيوانات زي حيوانات الأغنام التي يستفيد منها في لحومها وأصوافها. ما هي أنواع الحيوانات؟ ما هي أنواع الحيوانات الأخرى؟ حيوانات أخرى مثلا زي الماعز، زي الإبل، ودي حيوانات بستفيد منها برضو في اللحوم وفي الألبان. وهناك حيوانات أخرى حيوانات مثلا زي الخنازير، مش بركز فيها قوي، بس بعرف إن الخنازير ديت تعتبر حيوانات، وبتعتبر أكبر القارات اللي بتنتج أو بتربى وبتنتج موارد من هذا الحيوان هي زي قارتي آسيا وأوروبا. قارة آسيا هي الأولى، ودولة الصين هي أهم الدول في تربية الخنازير وإنتاج منه الموارد الحيوانية. هو موجود زي ما اتكلمنا قبل كده إن موجود حيوانات بعض الحيوانات الأخرى زي الجاموس والماعز والإبل بشكل عام من ضمن الحيوانات اللي بستفيد منها بمواردها الحيوانية. طيب إذن في حيوانات لابد أن يوجد منتجات حيوانية. ما هي المنتجات الحيوانية التي تعتمد أو التي توجد أو التي يستخرج من هذه الحيوانات؟ أولا اللحوم. إنتاج اللحوم هي المنتج الرئيسي للحيوانات وغذاء رئيسي الإنسان، وبدأ في الوقت الحالي يزداد معدل استهلاك العالمي للحوم، وده ليه السبب إن مستوى المعيشة في كثير من الدول بدأ يرتفع، ولما يرتفع مستوى المعيشة إذن يزداد استهلاك اللحوم. يبقى ممكن يجيني سؤال يقول لي كده بما تفسر زاد معدل استهلاك العالمي للحوم ليه؟ بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من دول العالم. طب ايه اهم الدول التي تنتج اللحوم؟ ويعتبر من اهم المنتجات الحيوانية، حيوان اذا بطلع منه منتجات. الدولة اللي بتنتج اللحوم بنسبة كبيرة جدا هي دولة الصين، وخاصة لحوم الخنازير. تدخل بعديها في المركز الثاني مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية، ثم دولة الهند التي تعتبر من أكبر الدول في إنتاج اللحوم. تمام؟ لأن هناك بعض القبائل تمنع ذبح الأبقار في الهند لوجود بعض العادات الدينية لديهم التي تقدس مثل هذه الأبقار، ويمنعوا ذبح هذه الأبقار. طب هل مصر كدولة ممكن يستخرج أو تنتج اللحوم من الحيوانات التي تربى في المزارع الخاصة بها؟ نعم، توجد كمية من اللحوم في مصر، وعلى الرغم من كده إلا إن مصر بتستورد لحوم من الخارج، وذلك بسبب سد الفجوة الغذائية للسكان وزيادة عدد السكان في مصر. طب ما هي منتجات الحيوان الأخرى مثل الألبان؟ الألبان ده منتج مهم جدا كقيمة غذائية بجانب اللحوم. أهم الدول المنتجة للألبان هي الولايات المتحدة الأمريكية كأولى الدول، وروسيا وفرنسا وألمانيا، والصين كدولة بتنتج ألبان بشكل كبير. طب هل مصر إنتاجها من الألبان بيكفي سكانها؟ لا. ليه؟ بسبب زيادة الاستهلاك وزيادة أعداد السكان. طيب منتج تاني زي الأصواف. الصوف يستخدم كمادة خام لصناعة نسيج الصوف. أهم الدول المنتجة ليه اللي هي دولة وقارة استراليا الشهيرة بأصواف المارينو، ونلاقي دولة الصين وروسيا والأرجنتين من أهم الدول في إنتاج الأصواف. طب هل الجلود منتج من منتجات الحيوانات؟ طبعا، يستخدم في صناعة دبغ الجلود وتصنيعها في منتجات جلدية متعددة. ما هي أنواع الموارد الأخرى من الحيوانات؟ ممكن عندي تربية الدواجن.
وتربية الدواجن بتربى في كل دول العالم تقريبا، وبيستخرج منها في اللحوم ويستفيد منها بمنتجاتها من اللحوم والبيض في سد حاجات السكان من الغذاء. أهم الدول المنتجة زي الولايات المتحدة الأمريكية بتاخد المركز الأول، ثم الصين والبرازيل، وبعض الدول الأخرى بتنتج كميات كبيرة من هذه الدواجن. طيب، بالنسبة لصيد الأسماك، هل صيد الأسماك كمصدر غذاء آخر بجانب الحيوانات؟ طبعا بتنتشر مناطق صيد الأسماك على سواحل القارات، موجودة في سواحل شمال غرب أوروبا وسواحل أمريكا الشمالية وسواحل أمريكا الجنوبية. يعني أي ساحل بالنسبة لأي قارة منطقة مهمة جدا لتربية وصيد الأسماك. طب هل هناك عوامل بتؤثر في صيد وتربية الأسماك؟ نعم، هناك عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية اللي بتساعد في صيد الأسماك أو زيادة الأسماك: ضحالة المياه الساحلية وغناها بالموارد الغذائية. ضحالة بمعنى هدوء المياه الساحلية، ولما تهدى المياه يتوفر فيها موارد الغذاء، وبالتالي بيزداد فيها توجه الأسماك للغذاء اللي هو موجود على شط المياه أو الموجود على سطح المياه، وبالتالي يزداد الصيد. في عامل طبيعي مهم جدا: التقاء التيارات البحرية الدفيئة مع الباردة. طب يا أستاذ، إيه علاقة التقاء التيارات البحرية الدفيئة مع الباردة في صيد الأسماك؟ لأن التيارات البحرية الدفيئة لما بتلتقي مع الباردة بتحرك بعض الأعشاب اللي موجودة في البحر أو المحيط نحو سطح المياه، فتتجه الأسماك في غذائها نحو سطح المياه، وبالتالي يزداد الصيد. هل هناك عوامل بشرية بتساعد في تربية الأسماك؟ نعم. طبعا كل ما توفرت المواني وتوفرت السفن وتوفر الخبرات الفنية والمراكب وأدوات الصيد والثلاجات التي تستخدم في حفظ الأسماك، كل هذا يساعد في التوسع في تربية الأسماك، خاصة أنها تكون على أسس علمية حديثة. ومننساش أن الأسماك هو غذاء رئيسي مهم جدا لمعظم المناطق الساحلية. وطبعا احنا عارفين ان الاسماك بتستخرج من المياه المالحة بالبحار والمحيطات، وما ننساش انها برضه ممكن نستخرج الاسماك من الانهار والمياه العذبة، وهناك المزارع السمكية التي تربى فيها الاسماك والتي يستخرج منها الاسماك. وان دولة الصين هي بتحتل المركز الاول في انتاج الاسماك لانها بتطل على جدا، ودولة اليابان من اهم الدول التي تنتج الاسماك، ثم دولة بيرو بامريكا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا الشمالية. وما ننساش إن أهم الدول في إنتاج الأسماك هي دولة الفلبين ودولة اليابان وتايلاند من أهم الدول. وهناك بجانب الأسماك مجموعة من القشرات الأخرى زي الجمبري والرخويات، وهناك بعض الحيتان نستفيد منها بلحومها وشحومها. كده أنا خلصت الإنتاج الحيواني اللي موجود في العالم. شكرا لكم أعزائي الطلبة، والتقي بكم في درس آخر إن شاء الله.